تعالي النهارده كده اقولك على وصفة شعر هتخلي شعرك وشعر بناتك تقيل جدا. العطار اقسم لي بالله ان الوصفة دي لو استمريتي عليها 3 شهور، لو انتي خالص لو بنتك او انتي مفيش فيكي شعر خالص، هيرجع الشعر يعيد تاني تكوينه ويرجع ينبت من اول وجديد. لدرجة مش هو بس، انا بنت اخويا جربتها لمدة 3 شهور، الله اكبر. كنا احنا كلنا بنقول لها بنتك شعرها مش طالع لك ليه شعرها خفيف. يعني دلوقتي ما شاء الله البنت بقت فرحانة بنفسها جدا. كل اللي بقى بيشوفها بقى بيقول لها شعرها ناعم وتقل كده ازاي من الوصفة دي. جربيها، هقولك على مقاديرها، استمر عليها 3 شهور وهتشوفي النتيجة. بس لما تشوفي النتيجة وتحسي ان انت اتغيرتي معاها، ما تنسينيش من دعوة حلوة، وتدعي كمان العطار اللي قال لي عليها. الوصفة عبارة عن الوصفة ديت يعني وصفة مجربة مش مني بس، كتير جدا من الشيفات كمان عملوها وبيشكروا فيها، زي الشيف ياسمين صالح وغنبولة وغيرهم، كلهم بيشكروا فيها. هو بس العطار اللي انا جبته منها قال لي كمان على شوية اضافات كده بتخلي الوصفة ديت يعني ما شاء الله بترجع نمو الشعر من جديد، بتحسي ان انت شعرك بينبت من جديد. الوصفة دي عبارة عن ايه؟ هنيجي كده ببرطمان، البرطمان لازم يكون متعقم كده، انا معقماه كويس. اي برطمان عندك، صلصة اي حاجة، بس يكون متعقم كتير جدا عشان نمو البكتيريا. هتيجي كده بزيت زيتون، شوية حلوين كده من زيت الزيتون، ويكون زيت زيتون بكر معمول كده على البارد. هتنزلي بيهم كده، دول حوالي 100 جرام. تمام كده. هنيجي بقى عندنا كده، وده مهم قوي في الوصفة، ده زيت روزميري. زيت روزميري. الازازة دي كده حوالي كده 50 جرام. هتنزلي بيها كده كلها على على الوصفة كده. هنيجي بقى ديت عندنا معلقة كبيرة كده من حبة البركة، هتنزلي فيها كده. عندنا ديت عودان ديت قرنفل اهي، هتنزلي بحبيتين حلوين كده يعني على الوصفة كده، ما انت شايفة كده. دولت بقى عبارة عن وديت معلقة من السمسم. بيقولك ان السمسم ده جميل جدا للبشرة وللشعر. ودي معلقة كبيرة كده حلوة هرمية من الحلبة. هننزل بيها كده على على الوصفة. هنيجي كمان كده للزعتر البتاع ده روزماري، يعني حبوب كده روزماري اللي هو الورق. هننزل بحوالي معلقة كده، يعني معلقة حلوة يعني كده في الخلطة. تمام كده. وهتيجي بقى العنصر مهم قوي في الوصفة ديت، وهو الورق ورق السدر وورق الغار الاتنين. يعني ده شوية كده من ورق السدر اهو، ده جميل قوي قوي للشعر والبشرة. تمام كده. وشوية من ورق اللورة ده. ورق السدر وورق الغار. هتيجي بقى شوية من ورق اللورة كده، وتحطيهم وياها. نغطي كده كويس. هناخد بقى البرطمان ده، هنغطي بقى كويس كده جامد قوي. هنمسك بقى كل الخليط نقلبه مع بعضه كده. تمام. الخطوه اللي جايه مهمه بقى، هنجيب حاجه كده نغلف البرطمان كله، عشان البرطمان ده لازم يقعد 15 يوم كده ما بيشوفش الضي. افضل حاجه ليه تعينيه في درج المطبخ. بعدين تخرجيها تصفيها بقى في حاجه كده، وتشوفي بقى الجمال اللي انت اللي شعرك هيبقى فيه. هنجيب الاول كده حاجه لازم نظللها كلها وتعينيها في مكان مظلم. هجيب حاجه كده هغطي الكيس كده ما يبقاش باين بيه حاجه. حطيها بقى في مكان مظلم عندك. يعني انا بالنسبه لي احسن مكان احطها في درج في درج كده من ادراج المطبخ حوالي 15 يوم واعملها. انا عاملاها قبل كده ومجرباها يعني، فهي نتيجتها روعه قسما بالله. جربيها كده، جربيها ليكي ولشعرك ولشعر بنتك وشوفي النتيجه. لو عجبك الفيديو شيريه بالله عليكي عشان كله يستفيد، واعملي لايك ومتابعه. بحبكم في الله.